كنت تعرف إن شركات لبن الأطفال استخدمت واحدة من أخبث حيل التسويق، حيلة ممكن تأثر على الرضاعة الطبيعية وتخلي الأم تشتري علبة ورا علبة، والأغرب إن الفخ بيبدأ بعلبة لبن مجانية. لو أول مرة تشوفني، أنا أحمد حنيش، ودي الحلقة الرابعة من الماركتنج باسم، اللي بنكشف فيها إزاي بعض الشركات بتلعب في قرارات الناس عشان تبيع بغض النظر عن ده في مصلحة الناس ولا لا. اللي ناس كتير ما تعرفوش إن العلبة المجانية نفسها كانت جزء من الفخ. لما طفل بياخد لبن صناعي بدل بعض الرضاعات الطبيعية، عدد الرضاعات بيقل، فتحفيز الثدي عند الأم بيقل، وبالتالي إنتاج اللبن ممكن يقل هو كمان. وده مش كلامي، منظمة الصحة العالمية وثقت ان توزيع العينات المجانية بيزود احتمالية استخدام اللبن الصناعي، وممكن يأثر على استمرار الرضاعة الطبيعية. يعني العلبة المجانية تخلص، لكن الأم ممكن تلاقي نفسها بدأت تعتمد على المنتج ومحتاجة تشتري العلبة اللي بعدها. وهنا القصة بتاخد منعطف أخطر. سنة 1974 منظمة بريطانية اسمها وورن وونت نشرت تقرير بعنوان ذا بيبي كيلر. التقرير فتح ملف صناعة لبن الأطفال، من ضمنها نستلا وشركة كاون جيت، انهم كانوا بيستخدموا المستشفيات والعينات المجانيه لتاثير على قرارات الام. الاخطر ان التقرير وصف موظفات اتعرفوا باسم ميلك نيرسز، قال انهم كانوا بيلبسوا زي لبس الممرضات، فالام ممكن تفتكر انها بتاخد نصيحه طبيه وهي في الحقيقه قدام موظفه بتروج لمنتج بارخص اساليب التسويق. بس خد بالك، التقرير ما كانش عن نسله لوحدها، كان بيتكلم عن مشكله في صناعه كامله. لكن نسله اتحولت لوش القضيه، وفي سنه 1977 بدات ضدها حمله مقاطعه في امريكا، والضغط العالمي بدا يكبر لحد ما جمعيه الصحه العالميه اعتمدت سنه 1981 الكود الدولي لتسويق بدائل لبن الام. 118 دوله وافقت، دوله رفضت، والثلاث دول امتنعوا. الكود طالب بمنع توزيع العينات المجانيه على الامهات، وعدم استخدام المستشفيات لترويج، وعدم تقديم هدايا للعاملين في المجال الصحي. وللدقه، الكود ده توصيات دوليه مش قانون عالمي بيطبق تلقائيا، كل دوله لازم تحوله لتشريعات عندها. ونسلا من ناحيتها بتقول انها حطت سنه 1982 سياسه مبنيه على كود منظمه الصحه. خد بالك بقى ان المشكله مش ان اللبن الصناعي نفسه وحش، في اطفال محتاجينه فعلا، وفي امهات الرضاعه الطبيعيه مش مناسبه او مش متاحه ليهم. المشكله ان منتج حساس بالشكل ده يتروج له من غير ضروره، او ان الاعلان يلبس لبس النصيحه الطبيه. وده اخطر درس في القصه. في عينه مجانيه بتخليك تجرب المنتج، في عينه بتغير عاداتك، وبعد ما تخلص تخليك محتاج تشتري اللي بعدها واللي بعدها. يعني المنتج دخل بيتك ببلاش، لكن الخروج منه هو اللي ممكن يطلع غالي. ابعت الفيديو ده لاي اب او ام لازم يعرفوا الفرق بين النصيحه الطبيه والاعلان المتنكر.